تخيل تصحى من النوم تلاقي موبايلك بيرن، بس الرقم اللي ظاهر هو رقمك انت. ايوه، موبايلك بيتصل بيك. انا اتجمدت في مكاني، قلبي بيدق بسرعة، ومع ذلك رديت. لكن اللي جير من السماعة ما كانش صوتي، كان في أنفاس تقيلة ووراها صوت خشن بيقول: قوم افتح الباب، أنا واقف قدام شقتك. اتنقلت بخطوات مرتعشة ناحية الباب، فتحت العين السحرية. الممر فاضي، ضلمة خانقة، ولا حد واقف. رجعت خطوة لورا والموبايل رن تاني. المرادي نفس الرقم، رقم موبايلي، ولما فتحت لقيت صوتي أنا. والله صوتي أنا بيصرخ وبيقول: ابعد ابعد دلوقتي حالا، هو وراك. ولو لحد هنا القصة شدت انتباهك، اعمل متابعة عشان تفوتكش باقي الحكايات. رفعت عيني ورايا أنا لفيت بسرعة أشوف إيه اللي ورايا. المكان كان فاضي، الصالة كلها هدوء، بس في حاجة غريبة. الكوباية اللي على الترابيزة كانت بتتهز لوحدها، كأن في حد مسكها. الموبايل وقع من ايدي، بس ما بطلتش اسمع صوتي. صوتي أنا طالع من السماعة وهو بيقول: ما تتحركش، هو واقف جنبك بيتنفس في ودنك. أنا كنت حاسس فعلا بنفس سخن بيقرب من رقبتي. اتجمدت، مش قادر أصرخ، مش قادر أتحرك. وفجأة النور قطع والشقة كلها غرقت في ضلمة حالكة، لكن الموبايل لسه منور على الأرض والشاشة كاتبة: المكالمة مستمرة. مديت إيدي بركفة عشان أقطع المكالمة، لكن أول ما لمست الشاشة سمعت صوت عالي جدا بيضحك. ضحكة مش ضحكتي، ضحكة حد عارفني كويس، وقال جملة أخيرة: إحنا لسه ما بدأناش. والخط اتقفل.